أوقفت المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الأربعاء الفنان الفكاهي عبد الفتاح جوادي، وذلك فور وصوله إلى المغرب قادما من فرنسا إثر شكايات قدمت ضده من طرف زملاء له في الفن وكذا من مجال السياسة. الخبر أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 2 شتنبر 2022 مبرزة نقلا عن مصادر مطلعة أن عبد الفتاح صدرت في حقه منذ سنوات مذكرة بحث بسبب شيك بدون رصيد، وأيضا بعدما قضت المحكمة غيابيا بإدانته بسبب شكاية تقدم بها مقدم البرامج التلفزية رشيد اتهمه فيها بالسب والقذف، مضيفة أن المصالح الأمنية المختصة شرعت في التحقيق معه في شأن الاتهامات الأخرى الموجهة إليه قبل مواجهته بمقاطع الفيديو المنسوبة إليه، والتي خصصها لسب وقذف أسماء من المجال الفني وأيضا السياسي، إذ من الذين قرروا متابعته الوزير السابق عزيز رباح. وأضافت اليومية أنه وحسب المعلومات المتوفرة فإن المصالح الأمنية اتصلت بعد إيقاف عبد الفتاح بضحاياه المفترضين منهم سعيدة شرف ورشيد، فيما يتوقع أن تضع أسماء أخرى شكايات ضد الفكاهي بعد التأكد من وصوله إلى المغرب بتهمة السب والقذف في مقاطع فيديو دأب على نشرها عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية ستشرع خلال الأيام المقبلة في الاستماع لبعض الذين وضعوا شكايات ضد جوادي قبل سنوات. ومن بين المشتكين بجوادي المنتج خالد القري الذي وجه اتهامات مباشرة للفنان الفكاهي بسبه وتهديده عبر رسائل في تطبيق التواصل الاجتماعي لعدم استدعائه للمشاركة في سلسلة بثت على القناة الثانية. والشيء ذاته بالنسبة إلى محمد الخياري الذي وضع أيضا شكاية ضد فتاح.